السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقاء قناة معلومة على الماشي. هنتعرف مع بعض النهاردة إن شاء الله، وهنشوف فيديو لحظة إطلاق الشمس لأقوى توهج لها. في البداية لو حابين تعرفوا معلومات كتيرة اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل المعلومات اللي عايزين تعرفوها. وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء ترصد إطلاق الشمس لأقوى توهج لها منذ شهور وتحذر من المزيد في القادم. وكالة ناسا أطلقت إنذار شديد لجميع سكان الأرض بعد أن أطلقت الشمس توهجا شمسيا قويا. دي كل العناوين اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يا أصدقائي في الفترة الأخيرة. تعالوا بقى نتعرف مع بعض ونعرف المعلومات الخاصة بالموضوع ده. مبدئيا يا أصدقائي، التوهجات الشمسية ديت ما هي إلا عبارة عن انفجارات قوية للطاقة، وبتبقى ناتجة أصلا عن طريق الغلاف الجوي المتقلب للشمس. السؤال هنا يا جماعة، إيه أكتر الأشياء اللي هتتأثر بقى بالتوهجات الشمسية أو الانفجارات القوية ديت؟ هيحصل يا جماعة مشاكل في الاتصالات اللاسلكية، وكمان شبكات الطاقة الكهربائية، وكمان أنظمة الملاحة. وكمان هيتأثر بالموضوع دوت بشكل كبير جدا رواد الفضاء والمركبات الفضائية. وكمان يا أصدقائي، وكالة الفضاء الأمريكية ناسا توقعت وقالت إن التوهج الأخير احتمال يكون بداية لعدد كبير من التوهجات في الأيام القادمة. والمخيف بقى يا جماعة في الموضوع، وكالة ناسا لما صرحت وقالت إن التوهج الجديد هيكون من فئة التوهج X1. وعلشان تعرفوا وتفهموا أكتر يا جماعة، إن فئة X ديت هي أقوى فئة ممكنة من التوهجات. سبحان الله العلي العظيم، كلها دلائل وعلامات على قدرة الله سبحانه وتعالى لعلهم يتفكرون. وحد الله يا صاحبي في التعليقات وصلى على النبي علشان تبقى استفدت من الفيديو ولو بحسنه. وبكده يا اصدقائي اكون وصلت نهايه الفيديو بتاعي النهارده. لو عايزين تعرفوا وتتعلموا معلومات جديده اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه علشان يوصل لكم الفيديوهات اول باول. السلام عليكم.